السلام عليكم ورحمة الله. النجمة الخامسة يا الترجي، النجمة الخامسة يا المكشخة. فرصتك يا الترجي في تاسع نهائي في تاريخ الترجي على موعد مع مباراة كبيرة باش تكون بنظام الذهاب والإياب ضد ريال مدريد القارة الأهلي المصري. الترجي بنجومه بتاريخه بعبد المجيد التلمساني بطارق ذياب بالمساكني الدراجي الرامو واليوم بساسي وغشة ورودريغيز وأمان الله مميش في مباراة ذهاب باش تكون في تونس غدوة نهار السبت 8 متاع العشية بتوقيت تونس في ملعب رادس، ومباراة إيه باش تكون على ملعب القاهرة في مصر الستة متاع العشية بتوقيت تونس، الثمانية متاع العشية بتوقيت مصر، والسبعة بتوقيت الأوروب. باش نحكيو على ظروف المباراة، تشكيلة الفريقين وبرشا أرقام تستنى فيكم. لكن قبل هذه الكل اللايك نتاعك والاشتراك نتاعك هما التتويج نتاعي انا ما تنساهمش. واجا نبداو الحديث على مستوى الارقام. الترجي وكيما الاهلي لعب ديجا 4 مباريات في الشهر هذا، يعني مباراه بمعدل مباراه كل 3 و4 ايام. ولكن على عكس الاهلي اللي ربح مبارياته الكل، الترجي انهزم في زوز مناسبات، عمل تعادل وانتصر في مباراه وحيده كانت المباراه الاخرانيه في البلاي اوف التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي بنتيجه 3-2. في اخر 4 مباريات سجل 5 اهداف وقبل 7 اهداف. قبول 7 اهداف هذا رقم كبير برشا مقارنه بالاداء اللي وراوه ولاد كاردوزو في المباريات اللي قبلها. لكن اكيد هذا ماهوش مقياس، على خاطر الشامبيونز ليج حاجه والبطولات المحليه حاجه اخرى. نمشيو تويك لشويه تاريخ ونحكيو على ما بعد عام 2018 واضرب يا البدري. الترجي لعب ضد الاهلي 4 مباريات وخسرهم الكل، مباراتين في تونس ومباراتين في القاهره، وخسرهم الترجي تقريبا بنفس النتيجه على مستوى ذهاب واياب، 1-0 بعد 3-0. ويعني زوز مباريات خلينا نقولوا بنظام الذهاب والاياب خسرهم بمجموع 4-0. الشيء اللي خلى الترجي يتحرك ويغير تقريب الفريق كليا من بعد الهزيمه الاخرى ضد الاهلي سنه 2023 من التشكيله هذه للتشكيله هذه. وكما قاعدين تشوفوا تقريبا اخطا الرباعي نتاع الدفاع، تبدل تقريبا كل شيء. حراسه المرمى كانت دبشي وتوا امان الله مميش، وفي وسط الميدان فما الوهابي كوليبالي وبن رمضان العرفاوي وبن حموده والبدري. بقى تقريبا بن حموده والوهابي اللي هما خلينا نقولوا في التشكيله الحاليه، ولا خلينا نقولوا في الليسته نتاع حاليا نتاع الترجي الرياضي التونسي، هما لاعبين خلينا نقولوا احتياطيين. كي تشوفوا تويكا في حراسه المرمى ولا امان الله مميش ولا يان ساسي جابت الترجي، يان ساسي وجابت روجي اولو، رجع الشعلالي وغشه اكيد جابته ترجي تقاء حسام تقاء من الاتحاد المونستيري، ورودريغو رودريغيز البرازيلي اكيد تغير الكثير. الشيء اللي ما عطاش مفعول كبير مع الترجي الرياضي التونسي، ولكن هذا الكل تغير مع مجيء المدرب البرتغالي ميغيل كارتوس. نمشي تويكا نحكيو اكثر على الاهلي المصري، نحكيو على ارقام الاهلي المصري. اكيد يقول لك اذا تحب تربح مباراه لازم تعرف مليح الخصم نتاعك، الخصم اللي تلعب كونترو شكونه وكيفاش يلعب. خلينا نقولوا الاهلي المصري في اخر 10 مباريات انتصر في 7، عمل زوز تعادلات وهزيمه وحيده كانت ضد الزمالك المصري. الاهلي المصري في الشهر هذا وكيما قلت لكم كيما الترجي الرياضي التونسي لعب 4 مباريات انتصر فيهم الكل، سجل فيهم 11 هدف وقبل 3 فقط. باش نحكيو زيد على مستوى المجموعه نتاع الاهلي المصري. الاهلي المصري ما عندوش نجم اول للفريق. فما الشحات اللي ما ننساوش وقت اللي كان عام 2018 في العين الاماراتي لعب ضد الترجي في اطار دور الربع النهائي من الكاس العالميه وقتها نتاع الانديه، ولعب ضد الترجي وقتها مباراه العين ضد الترجي الرياضي التونسي اللي فات 3-0 للعين الاماراتي. لعب مباراه كبيره يحسك انه يكره الترجي كره العمى، وسجل وقت الهدف الثاني وعمل على استفزاز الجماهير واستفزاز لاعبي الترجي وعمل مشاكل. حسيلو اللاعب هذا معروف جدا بكرهه للترجي، لاعب اكثر من ممتاز على مستوى المراوغات ولاعب الكره، خلينا نقول على المستوى الفني اللاعب هذا ممتاز جدا. الشيء اللي يلزم يخلي اللاعب بن علي يتحضر له مليح. الشحات اكيد ماهوش وحده في هجوم الاهلي، فما اللاعب بيرسي تاو الجنوب الافريقي لاعب اكثر من ممتاز ويتميز اكيد بالسرعه الكبيره نتاعو والاختراقات على الجهه اليمنى لهجوم فريق الاهلي. الشيء اللي لازم يتحضر له بن حميده مليح، يلزم ما يخافش منه، لانه بصراحه بيرسي تاو خلينا نقولوا في البريود الاخرى على حسب ما تبعت من ما شفتش المباريات يعني شخصيا مباشره نتاع الاهلي المصري، لكن تبعته عن طريق الاستات نتاعو من سوفا سكور. اللاعب ماهوش في التوب فورم نتاعو، ماهوش في القمه نتاع الاداء نتاعو. بن حميده ينجم يوقفه، لكن اكيد كل الحذر من اللاعب هذا. من غير ما نقعد نذكر لكم في كل لاعب ومن غير ما نطول عليكم برشا، الاهلي على عكس الترجي القوه نتاعو في الدفاع نتاعو. الدفاع نتاعو اللي بصراحه يعتبر خلينا نقولوا جدار عالي من اللاعبين اكثر من ممتازين، هاني وعبد المنعم
وربيعه وعلي معلول لاعبين ممتازين جدا على مستوى الدفاع، وراهم حارس كبير اسمه عوفة شوبير، مصطفى شوبير اكيد معروف جدا على المستوى الافريقي، وهو منافس خلينا نقولوا امان الله مميش حاليا في مركز احسن حارس في الشامبيونز ليج هذا الافريقي. اكيد الدفاع القوي يخلي الهجوم مهما يكون القوه نتاعو يلعب اكثر اريحيه ويلعب اكثر، وهو ماهوش يخمم والا خايف من كونتر اتاك يواجهه. اكيد مع خلينا نقولوا بلوس والا اوبسيون زاده اللي هي اكيد الجناح، خلينا نقولوا المدافع برتبه جناح طائر اللي هو علي معلول، اللي ساهم بصفه كبيره خلينا نقولوا من عام 2016 مع الاهلي، يعني انتقل من صفاقس للاهلي المصري عام 2016، ومن وقتها علي معلول اساسي مع الاهلي المصري، ومساهم بصفه كبيره بالاهداف نتاعو الاسيستوات نتاعو في تتويجات الاهلي المصري الاخرى ونجاحات الاهلي المصري الاخرى. مدافع برتبه مهاجم كما قلت لكم، يعني اللاعب ينجم يدافع وينجم يهاجم في نفس الوقت. خلينا نقولوا علي معلول هو من اكثر اللاعبين اللي لازم يتحضر لهم بن علي ويان ساسي في المباراه هذه. لكن بصراحه الحاجه اللي يلزم كما نقولوا نحن الترجي يعرف كيفاش يستغلها، انه يلعب على جهه علي معلول، الشيء اللي يخلي علي معلول يفيكسيه التالي يخليه ما يطلعش برشا. كما قلت لكم لو يان ساسي وحسام تقا يتفقوا على اللاعب هذا، خلينا نقولوا يخليوه يرخيوا له الحبل باش هو يطلع اكثر ويخلي البلاصه نتاعو افرغ. هذه الحاجه اللي نجم الترجي يركز عليها، سورتو اللي ينسى لاعب اكثر من مهاري ولاعب يخلق الديفيرونس ويعمل خطر في اي ضد اي فريق في القاره الافريقيه، حتى ضد فريق الاهلي المصري. اكيد ينسى في المباراه هذه عنده فرصه كبيره باش انه يسجل وفرصه كبيره باش انه يتالق. نتمنى نشوفوا هذا في التكتيك نتاع ميغيل كاردوزو في المباراه غدوه. نحكيو تويك على تشكيله الاهلي المصري ككل. نبداو كما نقولوا نحن فريق الضيف. تشكيله الاهلي المصري ككل تويك باش تكون الاكثريه بصفه خلينا نقولوا كبيره بصفه 99% باش تكون في حراسه المرمى عوفة شوبير، في الدفاع في اللاكس فما رامي ربيعه وعبد المنعم، على الجهه اليمنى باش يكون هاني، على اليسار علي معلول، عطيه مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور في وسط الميدان. امام عاشور اكيد لاعب زاده ممتاز جدا، راهو وسط ميدان مهاجم لاعب ممتاز بصراحه، تفرجت فيه وعنده تكنيكمون معناها خلينا نقولوا زاد كبير من مهارات يخليه يخلق الديفيرونس على المستوى الهجومي. لكن كما نقولوا الترجي عنده اولو، شيء اللي يخليني انا نرتاح نفسيا، لانه اولو بصراحه يعرف يقص الماء والضوء والدنيا الكل يقص على اي لاعبين وسط موجودين في القاره الافريقيه حاليا. اولو بصراحه من افضل لاعبين الارتكاز اللي موجودين في القاره الافريقيه. نمشيو على الجهه اليمنى، فما بيرسي تاو الجنوب افريقي اللي حكينا عليه برشا، لاعب سريع برشا وباش يقلق برشا بن حميده. على الجهه اليسرى باش نلقاو الشحات، حسين شحات اكيد اللي حكيت لكم عليه. يعني حسين شحات هذا لاعب نتصوره هو تقريبا، نتصوره هو باش يكون افضل لاعب في المباراه هذه، معناها من جهه الاهلي نتصوره هو باش يكون افضل لاعب. لازم بن علي يتحضر له مليح، لازم بن علي يتحضر له مليح. واكيد هو زاد على جهه الوهابي اللي باش نحكيو عليه، باش نحكيو على الترجي، باش نحكيو على تشكيله الترجي. مازلنا في الهجوم نتصور الاكثريه باش يبدا بانتوني موديست، المهاجم السابق للنادي بتاعي بروسيا دورتموند. فهمت؟ اللاعب هذا ماهوش لاعب يعرف يلعب بساقيه، ماهوش لاعب باش يجري برشا لاعب، لكن يرزن برشا على الكسوات، يرزن برشا على المدافعين المحوريين. خلينا نقول اللاعب هذا تنجم تقول باش يلعب الكره بالظهر، باش يجي واحد كما نقولوا نحن كيما العاشور ولا شحات ولا بيرسي تاو هما اللي يشوتوا. فاللاعب هذا فقط باش يفكسي المدافعين على خاطر ينجموا يلعبوا عليه توزيعات، يعرف يمركي بالراس على الاخر. موديست كور تقريبا اهدافه الكل بالراس. نمشيو نحكيو. اكيد الاهلي متعود على النهائيات، اكيد الاهلي هذا ثالث نهائي ليه على التوالي. الترجي اكيد تعرف الشيء هذا، الاهلي ما عنده مناش يخاف، الاهلي ما عنده فيش يعني معني كما قلنا احنا ماهوش يستنى في ستريس كبير، والا اذا ما هزش التيتر يعني باش تصير كارثه والا حاجه. هذاك علاش هذا الشيء اللي يخلي اللاعبين يلعبوا باريحيه اكبر، الشيء اللي يخلي اللاعبين يقدموا اداء افضل هي الاريحيه على المستوى خلينا نقولوا الذهني، على المستوى النفسي. الاهلي حاضر احسن من الترجي. الترجي علاش نقصوا حاجتين، خلينا نقولوا ماهوش حاضر على المستوى النفسي كيفهم، لكن الترجي خلينا نقولوا كان تحت ضغط، خلينا نقولوا في البريود اللي فاتت بسبب النتائج
السلبيه شويه، خسر مع البقلاوه ومن بعد خسر مع قرقنا في الكاس. هذه الحاجه اكيد اللي خليت معناها نقولوا نحن الترجي على مستوى الاداء يهتز هكا شويه، خلينا نقولوا المستوى الدفاعي. ياسين مرياح وغير، مانيش باش نقعد يعني نعاود الكلام اللي تقال نتاع يعني محللين الكل، لكن ياسين مرياح يرمي روحه برشا القدام، واكيد باش نحكيو على اغلاطه جايين، ولكن مازلنا تويكا في فقره، خلينا نقولوا مازلنا نحكيو على الاهلي المصري شويه برك. من الاخر الترجي اللي يلزم يعملوا في المباراه هذه اكيد مش تعويله على جماهيره، هديه فاست انه نحن معاملين على جماهيرنا باهي، معمل على جماهيرك، اما الجماهير ما تصفقلكش اذا ما فماش لعب، ما فماش خطه تكتيكيه، ما فماش اداء، ما فماش روح في الفريق. فانت يلزم تقدم لهم حاجه الجماهير باش اصلا يشنعوا معك ويقدموا لك هم. الترجي في نظري الشخصي يلزم يلعب الهجوم في المباراه هذه وما يحشمش من الاهلي المصري. نعرف ان الاهلي المصري يعني واقعيا الاهلي المصري على قيمه تسويقيه 33 مليون يورو، الترجي 17. على مستوى الاداء الاهلي المصري 3 سنين فيناليست، يعني ارقام قياسيه قاعده تتحطم، تقريبا اخر 20 مباراه في الشامبيونز ليج ما خسروهاش. يعني الاهلي المصري حاضر احسن من الترجي، خلينا نقولوا حاليا الاهلي المصري من اقوى الفيرسيونات نتاع الاهلي المصري. ريال مدريد القاره 11 تيتر 17 فينال، يعني هذا النهائي رقم 17 للاهلي المصري، والتاسع للترجي الرياضي التونسي. يعني متعودين، فهمت يعني متعودين، وهذا كما قلت لكم هذا الثالث على التوالي. ناس دمها بردت على الشامبيونز ليج، تعودت يعني. فالترجي ما عنده مناش يحشم، ما عنده مناش يخاف، يعني لا قدر الله خسرت الترجي ماهيش نهايه العالم، وماهيش خاطر كارتوزو خايب، وماهيش فما قيمه فريق اقوى بصراحه. الاهلي على الورق هو المرشح، لكن الترجي تويكا زاده في فيرسيون انتقاليه، خلينا نقولوا الفيرسيون هذه نتاع كاردوزو من اللي جاء هو ورى اداء خلى الترجي يحلم، خلى جمهور الترجي يطمح، خلى جمهور الترجي يطمع في الكاس هذه والكاس الخامسه هذه. كاردوزو قال في تصريحاته اكثر من مره، ذكر اللي ما فما حتى واحد سالوا على البطوله ولا سالوا على الكاس ولا سالوا على السوبر التونسي ولا هالبلاي اوف، ولا ما سالوا حتى واحد. قال لك الجمهور اللي يهز يده يقول لك تشامبيونز ليج تشامبيونز ليج تشامبيونز ليج. فبالنسبه لي هو الحاجه هذه حساسه برشا ومهمه برشا للترجي الرياضي التونسي. لهذا نتمنى من كاردوزو انه ما يخافش من النهائي هذا ويلعب له الكل في الكل ويلعب الهجوم ضد الاهلي المصري. ما ننساوش عام 2018 وقت اللي الترجي ما حشمش من الاهلي المصري، ما حشمش منهم، ربحهم 3-0، لعب الهجوم وفرض عليهم طريقه لعبه مع الشنعه مع الجمهور. كما قلت لكم الجمهور ما يشنعش هكاك، الجمهور شاف اداء في الماتش هذاك، شاف الترجي يلعب بطريقه ممتازه. خلينا نقولوا وقتها الشوط الاول ما كانش ممتاز برشا صحيح، لكن الترجي جاب فيه المهم، عمل الهدف اللي خلاه يرجع ويسجل هدفين في الشوط الثاني. شفنا وقتها الجمهور باش يضغط بعد الهدف الثاني وجا الثالث، وكانت الترجي تسجل اكثر في المباراه هذيك. فيلزم الترجي ما يخافش في المباراه هذه، هذا اهم حاجه. المستوى النفسي لازم يكونوا مرتاحين. بالنسبه لتشكيله الترجي باش نحكيو عليها، اكيد هي تقريبا التشكيله المثاليه في الترجي حاليا، مع غياب وحيد اللي هو امين توغاي اللي باش يعوضوا الوهابي. في حراسه المرمى تقريبا من افضل، هو حاليا من افضل الحراس، باش نقولوا بينه هو وبين شوبير افضل زوج حراس في القاره الافريقيه حاليا اللي موجودين في القاره الافريقيه. ما نحكيوش على البرا، لانه البرا باش نحكيو على ياسين بونو هو الافضل بصراحه. لكن امان الله مميش في حراسه المرمى، اكيد اطمئنان كبير من الترجي مع الحارس هدايا، لانه بصراحه شفناه في كرة سهله وكرات صعيبه. انا في الاول وقت اول ما بدا يظهر انا كنت ضد انه يلعب مع المنتخب التونسي، لكن حاليا تويكا يستاهل انه يكون موجود في الليسته، هذا من بعد نحكيو فيه. مميش في حراسه المرمى، الوهابي اللي يلزم يلعب كل ثقه، الوهابي اللي يلزم ما يخافش، الوهابي اللي يلزم زاده ما يزلطش. نعرفوا اللي تدخلات الوهابي كاسحه شوي، يرمي روحه ويضرب مليح، يضرب ضرب مليح. راه تشامبيونز ليج حاجه اخرى، راه فما فار وفما ورقه احمر، لازمنا نرد بالنا. كاردوزو راه لازم يحكي هكا مع جوار يفهم كل واحد، راه فما ريسك هكا وفما ريسك هكا وفما، نعرف اللي جوار يعرف ديجا، اما يلزم ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر. فهمت؟ الوهابي ما ترميش روحك، راه الماتش هذا مهم، راه الاهلي المصري ماهيش فريق اخر، راه خباث
ويعرف وقت اللي انت باش تحط ساقك وتكلي وتنزل، هو يحط ساقه معاك باش انت تضرب، يقول لك يشويني وياخذ حمراء وما ياخذش الكوره. فهمت؟ من جهه اخرى في اللاكس ياسين مريح اكل الثقه الزايده، واكل اللي ياخذ الكوره ويعمل هكا ويدز في صدره ويغزر وياخذ في راحته باش يخرج الكوره سهله ويلعب في التوزيع من الدفاع للهجوم. لا، مش في المباراه هذه. اذا نحبوا نربحوا الاهلي مش هكا تلعب له، خاطر الاهلي ضد الفرق هذيا اللي تلعب توزيع من الدفاع للهجوم خبره اخوي، خبره اخوي. عندهم عبد المنعم وربيعه ينجم يرقد اصلا وانت تلعب له في الكور هذو. فهمت؟ فكثيقه زاده اللي انت احسن مدافع ومش عارف شنية، يلزم تنحيهم، يلزم تنحيهم في المباراه هذه. خلي البرايد والكرامه نتاعك خليهم الكل على جنب، وركز في انك توقف اي لاعب يجي قدامك في الماتش هذا. مع ما تخرجش شكل خرجات الغالطه، ما عادش تخرج، ما عادش تخرج. خلي روجي اولو وخلي الشعليلي وخلي تقاء هما اللي يرجعوا معاك في الوسط، هما اللي يرجعوا وهما اللي يمشيوا يتبلانجيو على اي لاعب باش يشوت من بعيد، والا اي لاعب قاعد يتقدم من الوسط. خليهم هما. انت يا تركز مع موديست والا تركز مع واحد قرب برشا للاكس. فهمت؟ فهذا هو المطلوب من مريح. سون فوت، سون فوت، بدون حتى خطا. هذا اهم حاجه المريح في المباراه هذه. المباراه هذه ممنوع فيها الاغلاط، هذا نهائي. ماكش تلعب في مباراه خلينا نقول على 3 نقاط ولا واحد، لانه الترجي نجم يعوضها وقت. لكن هذا نهائي، كل كوره ساعه الاهلي ما يلزمش يمركي، على خاطر نحن في القاره الافريقيه مازلنا نلعب بطريق يعني بهدف اون اكستيريور. فهمت؟ بنظام هدف خارج الارض. فالاهلي البونتو نتاعهم في تونس ينجم يقلق برشا الترجي على مستوى الاياب مع الجمهور. اكيد مع استاد القاهره اللي يرفع 75,000، مش استاد نحن نتاعنا حاطين 27,000 تذكره، الاستاد يهز 60,000. علاش؟ خاطر مكسر. علاش؟ خاطر مش بلدي. علاش؟ على خاطر وزاره مازالت تدرس. علاش؟ خاطر ما فما حد ليه. علاش؟ على خاطر الجامعه اللي هي مازالت انتخابات ما نبعدوش على الموضوع، نرجعوا نبقى في التشكيله. ركزوا معي، بقاو معي في التشكيل، بقاو في التشكيل. بن حميد على الجهه اليسار اللي باش يكون معاه بيرسيتاو. بن حميده انا واحد من الناس رغم الانتقادات اللي الناس الكل تعطيه فيها ما يتخافش عليه، نحسه رزين برشا في مخه ويعرف اش يعمل، ما نخافش عليه، ما نخافش عليه جمله زاد. محمد بن علي يلعب لك زوز 3 ماتشات باهيين وبعد يخدرك بماتش خايب، هذا اللي يخوف. فهمتني فيه بن علي؟ فهمت؟ وراكي تحكي على الخايب مانيش انسان نيجاتيف والا لا لا لا، لازم تعرف الخصم نتاعك، تعرف القوه نتاعو اذا تحب تربحه، فلازم تقدره وتعطيه قيمته حجمه هو شنو. انت تحكي على عملاق لافريقيا، اذا تحب تربحه يلزم تحطه هو كما نقولوا نحن حاجه كبيره، وميمتو ما تخافش. معناها مش على خاطر قلت له هكا وهكا، لا لا لا، يلزم ما تخافش، تنزل عليه وتقول له انا خير منك، تحسوا اللي هو انت خير منه بالساكته بفخامه تربحه. بن علي على الجهه اليمنى، في الوسط بتكون بالطبيعه روجي اولو اللي ما يتخافش عليه، يقص الماء والضوء ويقص الغاز ويقص الانترنت ويقص الدنيا الكل على اي عبد اذا يكون في الفورمه نتاعو. على المستوى البدني اكيد الترجي لازم يكون حاضر باش يلعب 90 دقيقه من اعلى تراس. الشعليلي باسيتك خويا، باسيتك خويا معمل على اسيست من عندك، انا حاسب اسيست من الشعليلي. حسام تقاء اللي يلعب لك ماتش باهي وماتش خايب بالضبط هكا شكلها كومب، ماتش باهي ماتش خايب، ماتش باهي ماتش خايب. حسام تقاء راهو الماتشات هذوما نتاع النهائيه هما اللي تكتب فيهم التاريخ، هما اللي يحفظك فيهم الجمهور، هما الماتشات هذوما هما اللي يحفظك فيهم الجمهور، هما اللي يردوا انت عندك اسم. وقت اللي تعمل المساكن وتعمل الدرجه يتعاملوا بالشامبيونز ليج 2011، تعمل افول وتعمل الرام، راو لازمك تظهر في الشامبيونز ليج، تظهر في المباريات هذه الصعيبه. المباريات هذه لازم تكون عندك ثقه في روحك وتعمل الدريب الاول والثاني وما تزيدش الثالث وتعطي باس والا تشوت. علاش ما تشوتش من بعيد؟ فهمت معناها؟ ما يلزمش تغلط وتلعب كما قلنا احنا باداء تخلي تقول الناس الكل والله ما شاء الله عليه سون فوت الوليد هذا. اما مش زاد تجيك اي كوره ترجع بها لتالي، لغه الخوافه ما نحبهاش. يان ساسي ورودريغيز الزوز، علاش ذكرتهم الزوز مع بعضهم؟ مانيش نحكي على لي بوزيسيونمون نتاعهم على خاطرهم الزوز يعني على مستوى عالي تكنيكمون ومعناها فريمون، حتى على البوزيسيونمون نتاعهم التموقع نتاعهم والقيمه الفنيه نتاعهم ما يتخافش عليهم اللاعبين هذوما. وملي جاوا للترجي ظهروا انهم ما همش يلعبوا تحت اي بريسيون، معناها تحت حتى بريسيون. الترجي
مع الزوز هذوما ورات لي هما كيما قلنا احنا مرتاحه برشا، مرتاحين برشا، يلعبوا بالاداء نتاعهم، يلعبوا كيما قلنا احنا باي طريقه نتاعهم، بالطريقه نتاعهم اللي حبذوها في المباريات. فما بعض هكا مباريات ما لعبوهمش مليح، خرجهم المدرب ما حشمش منهم وقال اخرج عملنا تغييرات، موجودين اللاعبين ما فماش حتى مشكل. على الجهه اليسار حسام الدين غشه اللي بصراحه في المباريات الكبار ظهر، الوليد هذا في المباريات الكبار ظهر، يوري في سرعه كبيره، اندفاع كبير على الهجوم، ممتاز جدا تزيري هذا، ممتاز جدا تزيري هذا، وباش يمسم صدقني اذا يلعب المباراه هذه بامتياز صدقني باش يبصم على حب الترجي، جمهور الترجي ليه. عم صراحه جمهور الترجي يحب برشا اللاعب هذا، ونتمناه يزيد هو ياكد الشيء هذا. الترجي اكيد ماهوش 11 لاعب كاو، الترجي اكيد فما لاعبين في الاحتياط باش يدخلوا في المباراه هذه يلزم يقدموا الاضافه. ابن حموده راك اتاكون تمركي، راك اتاكون معناها راك لازم تمركي، مش المهاجم الذي لا يهاجم، يعني يلزم تكون فاعل وتحاول تخلق فرص والا تخلق مخالفه قريبه والا تخلق بينالتي، وراي اي ديتاي في مباراه كيما هكا راهي تنفع، راهي تنفع. يعني حتى ما تخليوش رواحكم يعني يستفزوكم ولا اي حاجه من هكا، لا، الجمهور يلزم يبقى يدعم في الفريق من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى. لا قدر الله ترجي قبلت بونت في سيناريو ماهوش متوقع في نظري انا بصراحه، المباراه هذه ماشيه للترجي 1-0 والا 0-0 في اخر الاحوال، لكن اذا الاهلي سجل تموت لازم الترجي تمركي زوز، فالجمهور يلزم بعدها مش يسكت، مش الفيراج يغني والبيلوس قاعد على الكرسي، مك جاي المسرح بابا قوم نقص غني، فهمت؟ هذه مباراه مهمه برشا لاي تونسي موجود في تونس. يعني بالنسبه لي انا مهم برشا انه الترجي تهز الشامبيونز ليج، هذه مهم برشا انه الترجي تمشي لكاس العالم للانديه بالتيتر هذه الخامس اللي يخليها مع الزمالك ومازيمبي في المرتبه الثانيه كاكثر فرق متوجه بالشامبيونز ليج الافريقي. الزمالك عندها 5 ومازيمبي عندها 5، الترجي تنجم تعمل الخامسه في المباراه هذه، نجم تسجل تجيب الخامسه في المباراه هذه. موضوع صغير قبل ما نكملوا الفيديو، مهم برشا مهم برشا. فاست اللاعب حاتم الترابلسي وقت اللي قال انا ما نشجع كان صفاقسي، ما فهمتش علاش في البلاتوات شنوا عليه، علاش معناها قلبت الدنيا على الحكايه هذه. عادي راهو انك ما تشجعش الترجي وقت اللي انت عندك جمعيه اخرى في تونس، معناها عندك جمعيتك انت تحبها عادي ما تشجعهاش. راهو فما ناس تشجع، فما ناس تقول لك انا كلوبيست ونشجع المكشخه على خاطر انا بلادي، وفما يقول لك انا اتواليست ونشجع المكشخه على خاطر انا بلادي، وفما وحتى صفاقسي يقول لك انا صفاقسي ونشجع المكشخه على خاطر بلادي. وراهو تلقاهم في القهوه نهار الماتش هذاك وتلقاه يتفرج والترجي تمركي ويقولوا معاهم وليه، فهمت؟ اما راهو حلاوه الكوره كي يبدا فما شويه نباره، حلاوه الكوره كي يبدا فما نباره بجنبك، فهمتني؟ لحظه برك نحط التابليت هذه على جنب، كملتي خدمتك بنيتي حموتيك، فهمتني؟ حلاوه الكوره كي يبدا فما واحد نبار قاعد بجنبك. يعني انا وقت اللي تفرجت في ماتش دورتموند وباريس سان جيرمان بحذايا واحد صاحبي كل ما نتلفت له يعمل لي كل نتاع مبابي، عرفته؟ يفجع فيا بمبابي، فهمت؟ انا قاعد يدي على قلبي 4 كور على البار الماتش هذاك، الحمد لله ربي يسترنا وصلنا الفينال حتى انا. الترجي ما يلزمش معناها الناس كلها تشجع، معناها مش معناها هو يكره تونس ولا يكره بلاده ولا ليه عادي، يحب جمعيته وقاعد نبا يستنى في الترجي تخسر باش يفرقهم، عادي عادي. راهي الكوره ما تجيش بلاش نباره، ما نعرفش انا ولد حومه عربي، انا ولد باب الخضر، صدقني نبداو قاعدين مره ساعات تلعب تونس والكونغو يجينا واحد يقول لك انا مع الكونغو عادي فهمت؟ معناها نورمال جدا الحكايه هذوما، فهمت؟ فما نباره وفما انا بابا الوالد نتاعي مكشخ يحب المكشخه يهبل على المكشخ، بابا يجيو معروفين يعني بابا معروف في الحومه، فهمتني؟ فهي عرفت كي تغسل مكشخه يبداو نشيلوا على بعضهم، فهمت ايش تقول عليه؟ وهو كي تربح المكشخه يبدا شيخ هكيك. راهي الكوره في تونس لازمنا نقتنعوا بالشيء هذا، لازمنا نضحكوا على بعضنا ونفركوهم. اكيد اكل فاست السبان الجهويات وكذا شيء انا مانيش معاهم بصراحه، فهمت؟ معناها بار اكزومبل تسب الجهه هذيك وتسب الجهه هذيك، ولا الواحد يخاف يلبس المليول نتاع الجمعيه الفلانيه في المدينه الفلانيه والاخر يخاف على هذه يلزمنا نحيوه، هذا اسمه تخلف بالرسمي، فهمت؟ اما تحب نفركوهم على بعضنا نقعدوا للصباح، نفركوهم على بعض، فهمتوا؟
حاسيلو مرة أخرى إن شاء الله الترجي تربح، إن شاء الله مربوحة لجمهور الترجي، إن شاء الله مربوحة لتونس. نتمنى إنه الترجي يقدم الأداء المطلوب منه، نتمنى إنه كاردوزو يكون فايق بكل ديتاي، وأنا متأكد إنه المدرب هذا مع المساعد نتاعو فابيو أكيد ذكيين برشا، ونتمنى أكيد نشوفوا منهم النتيجة المرجوة. إن شاء الله مربوحة للترجي غدوة. السلام عليكم ورحمة الله. ما تنساش اللايك والاشتراك نتاعك. سلام.